ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده طبعا هنتابع حاله كوبر والتطورات العلاجيه والحاجات اللي احنا عملناها معاه. النهارده فيديو مهم جدا عشان تعرف احنا بنعمل ايه والحاله كانت ايه واصبحت ايه تدريجيا واحنا شغالين. يا ريت ما تفوتش الفيديو. لو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت ترجع الفيديوهات القديمه هتستفاد منها كتير، ويا ريت تشترك وتفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك انت اول حد احنا بننزل فيديوهات كل جديد. ويا ريت يا جماعه نكتر من اللايكات عشان اللايكات بتفرق معايا في الفيديو في سرعه الانتشار. يلا نكمل. شاطر كوبر تعال يلا. شاطر يلا. شاطر كوبر شاطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليكم، تحياتي الناس المشاركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب وغات الكلاب في مصر والوطن العربي. تحياتي للجميع، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. طبعا في البدايه كل سنه وحضراتكم طيبين، وكل سنه والامه الاسلاميه والاخوه الاقباط بالف صحه وخير وسعاده بحلول طبعا عيد الفطر المبارك. عاد الله علينا وعليكم مليون من الخير والبركات. النهارده ثالث يوم العيد. طبعا معانا النهارده حاله الكلب كوبر. بنتابع حاله الكلب كوبر اللي كان جاي عندنا بيعاني من فطريات شديده جدا وداخل وجرب وقشور رهيبه، يعني قشور رهيبه بطريقه رهيبه. طبعا اللي متابعني طبعا عارف حاله كوبر، وتساقط شعر برضه بطريقه رهيبه، وكان عنده تقرحات جلديه وكانت الدنيا بايظه معاه. ترجع للفيديوهات القديمه بتاع كوبر هتعرف احنا بنتكلم عن ايه، والنهارده احنا بنقول ايه عن حاله كوبر. يلا تعال شاطر كوبر، الله اكبر عليه. دلوقتي بقى حاجه كويسه جدا زي ما انتم شايفين كده يا جماعه، وهنوريكم على الطبيعه حاله كوبر على السريع كده. وطبعا بقى هتتوالى فيديوهات بقى ان شاء الله امر الفتره الجايه التعليميه وشغل التدريب نازل جاي لنا والكلام ده كله زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. ادي كوبر. طبعا نسبه القشور قد تكون خلاص بتنتهي، تمام. دي احنا لسه في المرحله العلاجيه الثانيه بتاعت كوبر، لان كوبر شغالين معاه على 3 مراحل علاجيه. المرحله الاولانيه انتهت تماما، واحنا كده في المرحله الثانيه وقربت تنتهي ان شاء الله امر الله، ونخش على المرحله الثالثه. يبقى احنا كده خلصنا مع كوبر، لان كوبر كان بيعاني من مشاكل كتير جدا وحاجات نفسيه برضه، تمام. بصوا يا جماعه زي ما انتم شايفين، لو انتم تفتكروا القشور وشد الشعر اهو، بنشد الشعر اهو زي ما انتم شايفين كده يا جماعه اهو. مفيش شعر بيطلع في الايد اهو يا جماعه بالزي الاول، تمام. ليه؟ الحمد لله بفضل ربنا. حتى الكلب كان بيصرخ من شده الشعر، وكان ما كانش بيصرخ ولا ايه، يعني كان بيسيبك اللي انت تعمل اللي انت عايزه، لان هو ما كانش هدارب بيه، لان كان الشعر يعتبر مهري من الجلد زي ما انتم شايفين كده. كوبر بقاش فيه اي عماص ولا رياله ولا اي حاجه، تمام كده يا جماعه. شاطر كوبر شاطر. يلا تعال يلا شاطر. يا رب يكون كوبر عجبكم. لو انتوا تفتكروا يا جماعه كان في عنده في الرجل اليمين الشمال اللي ورا زي ما انتم شايفين، لو انتوا تفتكروا كان عنده الجرب كان واصل بقى خلاص للعظم وداخل العظم خلاص. الحمد لله بفضل ربنا الدنيا هي جميله اهيت زي ما انتم شايفين. طبعا استاذ عمر، تحياتي للاستاذ عمر وتحياتي لاهل الاميريه كلهم. الحمد لله بفضل ربنا، ولسه طول ما الكلب لسه تحت الملاحظه العلاجيه هتلاقي منه حاجات احسن واحسن ان شاء الله بامر الله، لان طبعا احنا شغالين بوعي وعارفين احنا بنعمل ايه. طبعا هنرد ان شاء الله بامر الله بقى على الاسئله وفي التعليقات وكل حاجه. اي حد عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات، نعمل له حلقه بيها لوحدك، وهنجمع الاسئله ونرد عليها، او تتواصل معايا واتساب برقم التليفون طبعا اللي ظاهر على اي فيديو بتاعنا. وطبعا بالنسبه لموضوع الاكل المفروم، اي حد يا جماعه محتاج اي كميه اكل مفروم احنا تحت امره. رقم التليفون 010 22475113 متاح التوصيل لحد باب بيتك، او تيجي تشرفنا المزرعه تاخد الكميه اللي انت حاببها. محتاج تعرف عن الاكل والكلام ده كله، الاكل عباره عن مفروم سواء ني او مسلوق، عباره عن مفروم هياء اللي هو التنظيف المجازر المواشي والحاجات دي بتاعت السمخانه، البقايا بتاعت الجاموس والذبيح والكلام ده كله احنا بناخدها وبنلمها وبننضفها وبنفرمها سواء نيه او مسلوق، ومضاف عليه بطاطس مسلوقه كويسه جدا، وزيت زيتون وزيت جوز الهند وشوفان
وفول الصويا وزيت اوميجا 3 بلس. كل دي مكونات الوجبه المفرومه كيلو، والكيلو عامل 8 جنيه. طبعا الحمد لله بفضل ربنا، يعني بيتهيألي جميع محافظات مصر خدت مننا الحمد لله بفضل ربنا، واللي خد مره واثنين وثلاثه بسبب الضمير السالك وبسبب النظافه في الشغل وسبب التعامل. تمام كده يا جماعه. اي حد عايز اي حاجه تحت امره، رقم التليفون 010-224-17513. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وحلقه كوبر عجبكم، ويا رب يكون شغلنا اللي فات عجبكم، وانتظروا المزيد بقى. هنخش بقى في فيديوهات ضرب نار، هنبدا بقى نديلك برضو حاجات مستخبيات الغيه. ومفاجاه كبيره جدا برضو قبل ما اقفل الفيديو، الحمد لله بفضل ربنا بسبب الاكل يا جماعه بعد العيد رايح مكان الحمد لله بفضل ربنا اسمها مسمع في كل حته، بسبب اللي بسبب رخص السعر بتاع الاكل، وبسبب القيمه الغذائيه كمان. يعني عندك رخص سعر ب 8 جنيه ما تلاقوش في اي حته، وبيجي لك لحد باب بيتك، ونظافه شغل والكلام ده كله. طب رايح فين بقى المره الجايه؟ رايح مفاجاه، رايح محافظه البحيره دمنهور. طبعا تحياتي لمربين الكلاب وغواة الكلاب في محافظه البحيره دمنهور، وبالاخص دمنهور. طبعا رايح لعيله القزاز، تمام، عائلات القزاز، تحياتي ليك يا باشا. وطبعا دي مفاجاه الحمد لله بفضل ربنا، يعني بسبب يعني الناس حتى في البحيره وفي دمنهور بيدوروا على اكل من القاهره، او بيدوروا على اكل يجيبوه منين. لان في ناس بتطلع تقول لك الكيلو بقى ب 3 جنيه وب 4 جنيه الرجول و5 جنيه والكلام ده كله. بيتهيألي لو كان بالكيلو ب 3 جنيه وب 4 جنيه كان اهالي دمنهور جابوا من دمنهور، ما جابوش مننا القاهره. تمام، الكيلو ب 8 جنيه. تحياتي للجميع واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.